فجبت كتاب الحل ولا وني، موجود فيها هبه دبي جولد ولوز اللوز والالمازيه حجم صغير، 3 سمبوسك مليئه بالشوكولاته، عاملين له باكج جامد يعني. شكل الكتاب من بره عامل لك فهرس برضه هنا ومظبطين الدنيا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب اول حاجه السمبوسك. طبقات السمبوسك الطازجه محشوه بالكنافه والبيستاشيو ومغطاه بالكامل بالشوكولاته البلجيكيه الفاخره. بسم الله. محشيه من جوه كنافه بيستاشيو، طبقه الجلاش ومن فوق بقى شوكولاته، شكلها كده نوع شوكولاته مختلف فعلا. المزيه فيها ايه بقى؟ الليدي فينجر الفرنسيه. ايه الليدي فينجر دي؟ مع الماسكربوني. ايه الماسكربوني ده؟ مسكو كهربوني. مسكو كهربوني ايه برضه ما اعرفش ايه الماسكربوني ده. الحمد لله هنا حاجه نعرفها. كريمه طبيعيه مغطاه بافخر انواع المانجو العويسي المصريه. دوك الاول المانجا. بسم الله. طعم المانجا حلو صحيح، مش احسن حاجه زي ما قلنا احنا مش في موسم المانجا، فطبيعي تكون مانجا مجمده. فيها المسكو كهربوني والست ليدي فينجر الفرنسيه. الليدي فينجر تحت وفي النص مسكو كهربوني وفوق المانجا. دول بقى كانوا بسم الله. ايوه مسكت المسكو كهربوني زي ما انتم شايفين كده تقريبا. ده كيكه تقريبا. بسم الله. كيكه وتحته الست ليدي فينجر، طعمها حلو شبه الكريم بس تحس كانها كريمه مره شويه. حلوه الالمازيه. عندنا بعد كده بقى كيكه هبه دبي جولد، كيكه الهبه الشهيره بطبقاتها الغنيه مع المزيد من كريمه الفستق الحلبي المميز. زي ما انتم شايفين كده كيكه الفادج وفوقها كنافه بيستاشيو، وادي هنا بقى الكريمه بتاع الفستق وفوقها الشوكولاته. بسم الله. طعمها احلى من كريمه الهبه العاديه. عندنا اخر حاجه بقى في افتكاسات بلبن لوز اللوز، بس اللوز فيها قليل يعني. انا شايفهم في الصوره زي ما انتم شايفين كده حاطين فيها لوز كتير من فوق. كريمه البنا كوتا. البنا كوتا ايه؟ البنا كوتا دي كمان كريمه البنا كوتا الايطاليه مع رز بالحليب المكثف وطبقه رقيقه من الكيك الفرنسي المميز مغطاه بصوص الدولسي ديليتشي. ايه الدولسي ديليتشي ده كمان مش عارف. واللوز المحمص في الكراميل. الحمد لله لقينا كراميل حاجه نعرفها. طريقتهم الخاصه. ايه هي طريقتهم الخاصه دي؟ طبعا ما نعرفش. ناخد كده حتتين مكسرات كده من فوق. ادي هنا الرز اللبن، وهنا كيكه البنا كوتا طبقه من الكيك الفرنسي المميز كبيره مش صغيره بصراحه مش رقيقه، مغطاه بالصوص الدولسي. طبعا صوص الدولسي اكيد هو ده مع الكراميل ملخبطين مع بعض. دوب كده نقول بسم الله. جامد. ده اكتر حاجه طاغيه فيه طعم الحليب المكثف والرز باللبن. مش واخد بالي انا بقى بصراحه من اللي هي كريمه البنا كوتا. فعامه كتاب الحل ولا وني كله عجبني وحلو بسم الله ما شاء الله. يعني عندي اقتراح بسيط برضو يعني مثلا لو كنت عملته الغطا بتاع الحل ولا وني ده معمول مثلا بحيث ان هو يقفل برضو هنا كده، بحيث ان الحاجات دي ما تجيش على بعض كده، كان هيبقى احلى بكتير واحسن بكتير. هيمنع الحاجات من انها تخش ايه في بعض. صل على محمد. 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 صل على محمد.